كاين سبب واحد يخلي 90% من الناس ما عندهمش ثقة بالنفس، والمشكل انه ما كاش اللي يحكي عليه ولا ينبه الناس عليه. وراكي عايشة مع هذا السبب كل يوم، بصح عمرك ما انتبهتي له. راح نقول لك وشنو هو، بصح قبل نسألك سؤال. تخيلي درتي حاجة وغلطتي فيها، واش أول رد فعل يجيك؟ تفوتيها عادي وتقولي غلط، ولا مباشرة تبداي تلومي في روحك، أنا ديما هكا، أنا ما نقدرش، أنا فاشلة؟ شفتي هذا الصوت بالذات اللي يقول لك هذا الكلام؟ وهو نقطة بداية مشكلة الثقة بالنفس. في هذا الفيديو راح نفهمك مصدر هذا الصوت وكيفاش تتعاملي معاه، ونعطيك الطريقة الصحيحة باش تبني ثقتك بنفسك. إذا فهمتي مليح وش راح نقولك، مستحيل ما راحش تتغير نظرتك لنفسك، فتبعيني للأخير. أول نقطة واللي كنت حكيت عليها في المقدمة هي الصوت الداخلي. هذا الصوت اللي تسمعيه دايما يظل يأنب فيك ويقولك غير الكلام النيجاتيف على نفسك، ماهوش صوتك انتي. هذا صوت انشأ في الطفولة من أقرب الناس ليك اللي هما والديك. مثلا الطفل هذا يغلط، يسمع أنت دايما تغلط، دايما تخسر، دايما ما تجيبش نتائج مليحة، وثاني المقارنات، شوف ولد خالتك، شوف ولد عمتك. مع الوقت الطفل ما يوليش يشوفها مجرد كلمات، يبدأ يشوفها حقيقة عن نفسه. وهنا يتبنى أول صوت داخلي: أنا ناقص، أنا ما نقدرش. تبقى هذه الرسالة تتكرر من الوالدين وتتعاود، فالعقل اللاواعي وش يدير؟ يسجلها، وتبدأ كيشغل برنامج في عقلك. ومع الوقت هذا الصوت يولي تلقائي، ما يحتاج حتى تفكري فيه، يجي وحده بمجرد أنه يصرالك موقف مشابه للي صرالك في الطفولة. يجي على شكل خوف في المواقف، مثلا عرض عمل، ولا حتقدمي بمحاضرة في الجامعة، وكل ما صرالك شيء وفشلتي فيه ولا تعرضتي للانتقاد ولا للانتقاص، يبدأ هذا الصوت يزيد يترسخ، وتولي ثقتك تقل أكثر. فالصوت الداخلي ماهوش انتي، هو صوت البرنامج اللي راه مسجل في عقلك على نفسك. بما أنه راكي وعيتي بهذا الأمر، ومجرد أنك تسميه برنامج ومتسميهش أنا، راكي نحيتي له 50% من القوة تاعو عليك. فأول خطوة هي الوعي. الوعي باللي هذا البرنامج ما يمثلنيش. باش تغيري هذا البرنامج لازم تسترجعي قيمتك وتعرفيها، وهذا الشيء ما راحش توصلي ليه حتى تعرفي قيمتك عند الله. حتقولي لي وش علاقة الله بموضوع الثقة بالنفس؟ اتصالك بالله اتصال حقيقي راح يخليك تفهمي بزاف صوالح، لأنه ربي حينور لك بصيرتك، وكي تفتح بصيرتك راح تفهمي أشياء بقلبك مش بعقلك فقط. أول حاجة هي أنه الإنسان مكرم على جميع المخلوقات. ربي أسجد لك الملائكة حبيبتي، شوفي قيمتك شعل عالية. إذا رب هذا الكون بعظمته حبك وعطاك قيمة كما هذه، كيفاش انتي ما راحش تقيمي روحك؟ ثاني حاجة، ربي يغفر لك كلش إلا أنه تعبدي إله آخر معاه. معناها أنت إنسان مجبول على الخطأ، مهما كانت أخطائك لازم ما تربطيهاش بقيمتك إطلاقا. أنت مكيش الغلطة تاعك. تعلمي تسامحي نفسك، تعلمي تغفري لنفسك، ما تجلديش ذاتك. الثقة بالنفس مش هي أنك ما تغلطيش، الثقة هي كيفاش تتعاملي مع نفسك كي تغلطي. تخيلي مثلا صاحبتك لانتيم غلطت، وش راح تقولي لها؟ اكيد راح تواسيها وتقول لها معليش، المره الجايه تتعلمي، مازالوا كاين فرص. علاش ما تتعامليش مع نفسك بنفس الطريقه؟ كوني لطيفه مع نفسك، عامليها بحب مش بعقاب. تعلمي تبدلي جمله انا فاشله بجمله انا راني نتعلم. الكلمات اللي تقوليها لروحك وتكون إيجابية راح تخليك ترجعي ثقتك بنفسك بالتدريج. انت اليوم ما كيش هذيك الطفلة الصغيرة اللي كانت تسمع الانتقادات وما تقدرش تدافع على روحها. انت اليوم واعية وتقدري تعاودي تبرمجي عقلك من جديد. والديك رباوك على حسب الوعي تاعهم، بصح انت دوك راكي كبيرة ومسؤولة على تغيير نفسك. فالثقة بالنفس تبدأ نهار تقرري باللي هذا البرنامج ما يمثلكش وما عادش يخدمك، وباللي قيمتك راهي ثابتة
وراسخة وما يحددها حتى شيء، لا إنجاز ولا دراسة ولا جمال ولا مال ولا أي شيء. إن شاء الله تكون وصلتك المعلومة ووصلتك الرسالة كما ينبغي. إذا عجبك الفيديو وحسيتي باللي هذا الكلام قاسك، شاركيني في التعليقات وشنو هي أكثر جملة يقولها لك صوتك الداخلي وحابة تتخلصي منها.